فضيحة تاريخية للجزائر. رسميا المغرب تطرد المراسل الجزائري كمال مهوي وتسكت أفواه الجزائر بشكل كامل. هذه فضيحة تاريخية لبلدنا الجزائر. المغرب يطرد كمال مهوي بطريقة فاضحة جدا. باي باي يا كمال، باي باي. المهم كمال رحلوه، صحفي راكو عارفين، كمال مهوي رحلوه رسميا الترحيل ديالو. هذا بنادم اللي كان يسب في المغرب، يسب جاي داخل فورسي، جاي مبقى يصرح لك عند الباب ديال الفندق، فندق عادي بغا يردنا بحال كوتيفوار، ويرد المغرب بحال الكاميرون، ويرد المغرب بحال اي دوله. ايوا حنا درنا معاك على الواجب وزدت سبيت المغرب، وسبيت انت مين ساب المغرب وساب لقجع وساب كلشي. علاش جاي؟ شكون اللي دخلك مع ذاك الوفد؟ دخل مع هذاك الوفد. هيا حنا درنا معاك الواجب، هيا تركب في الطياره روح لتونس، من تونس ولي لاش. عادي اليوم راك دخلت عادي باش مره اخرى تعلموا، مره اخرى درس، هذا درس باش بنادم يتعلم. باش بنادم يتعلم. ممكن تسب درك تسب، لانه انت اصلا عندك انتردي باش تفوت في القنوات، هذه وحده انتردي باش تفوت فيهم، لانه راك معاقب عندنا في الجزائر، معاقب بالضبط السمعي البصري، وجاي وتسب ومنا وباغي تلعبها. وفي الاخير ما تجوز في الفندق، هربت كاع ما تجوز في الفندق، قاعد في الفندق الليل ونهار حتى ترحلت. عادي. شوف المهم هذا درس باش تتعلم. انت كمراسل خليك زوين، خليك زين مع كاع الدول. مراسل خليك زين مع كاع العالم، لانه غتمشي لهم ليه تمشي لهم تعطي خرجت صدرك وفي القنوات وتسب في القجع وتسب في المغرب ومنا، وداروا لنا مؤامره ويديروا الكولاسه ويبكيو وكذا منا. ولكن نهار تمشي عند شيبه وتسول شيبه ومنا وانتوما درنا معك الواجب، حنا ما درنا معك الواجب. المهم الحمد لله رحلوك وتهنينا. تعرف باش انا عندي شو، انت تاع الفتنه، انت ماشي انت تعليق ولا انت شي حاجه، انت ناس تاع الفتنه، انت جاي دير الفتنه. المهم ركب في الطياره وقلع عادي. هذيك الفتنه روح ديرها عندك في هذاك الكوري ديال النهار، واقف غير قناه النهار ودير الفتنه على راسك وسب على روحك. بصح باش تدخل البلد شرفاء، بلد اللي مستعرف بها العالم. شفت البارح الافتتاح كي داير، شفت الملعب كي داير، شفت الدنيا كي دايره، بلد مضيافه، بلد تبغي كاع الافارقه، بلد تبغي العالم كامل، وانت جاي باغي تركب على الموجه، باغي تسبهم وتدخل صحه. ندخل على بلادكم صحه. تدخل لبلادهم صحه وهم ردوك. ما قعدتش ساعه ولا جوج سوايع قعدت على برا الشارع معايا. انا شفتك وانا درت معاك الواجب. انت قعدت واحد الساعه وانا شفتك وانا قلبي يوجعني، قلت هذا واش غيدير هنا. درنا معاك الواجب. ما شفناكش خرجت للشارع وانت قاعد في الفندق. ما الفندق ركبوك المطار تونس دب. عادي. مره اخرى تعلم، مره اخرى من الانسان يتعلم، من الخطا يتعلم الانسان. لانه هذيك البلد جايه محتاضنا لكوب دافريك، ما يدخلهاش واحد بحالك يسبها، ما يدخلش واحد بحالك يسب الناس، لانه انت سبيت كاملين ولد عمي، سبيت كاع سبيت الملك، سبيت الشعب، سبيت الاخر، سبيت مالك. وراه كاين واحد صحفي اخر، راه كاين واحد بنادم اخر غادي طلعوا عليه شويه، طلعوا التوالي العمالي القناه بيد صحفي بقناته، لقاش هو صحفي. تخيل جاي يدير القناه ديالهم، جاي دير الاخر ديال لاكوب دافريك، وغير تما تشير الاخبار ديالهم تما يسبوا المغرب. علاش؟ ما عرفتش انا المرض هذا، الناس مسوسه. هما المصريين شكروا المغرب، قال لك المغرب صعبها على العالم. شي وحدين جاو قال لك الرايه ديال الجزائر ما كايناش. اش تكذبوا؟ الرايه ديالنا كانت تما. البارح باغي نديروا الفتنه وراه مغطينها في حفل الافتتاح. والله فيكم. شوف العالم كامل يشكو في المغرب الا بعض ديالنا، بعض جماهير الجزائر كانت في الملعب ديال مولاي عبد الله. كاين بعض الجماهير مشاو تفرجوا لمقابله الافتتاح، وكاين بعض الصحفيين ديالنا اللي عندهم لي باج كانوا في الملعب يتفرجوا. واش ما عجبهمش الملعب؟ بعض المؤثرين راه كاع وراو الرباط وكازا، راه عجبتهم الدنيا كاع عجبها. الا هذا الصحفيين اللي هو سب المغرب ومهان المغرب وسب القجع وجاي يدخلك في المطار. يلا باي باي يا شيري، باي. المهم شوف، هذه ما تنساهاش، هذه غتعطيك درس باش تتعلم المره الجايه كيفاش تتعامل مع الدول، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تخدم. ماشي غير واحد وقول انا مراسل ولا انا اعلامي عنده حدود، يخدم في الحدود ديالو. اخويا انت الا ما متعلمش ثقافه الاعلامي، تحترم الشعوب وتحترم العالم، هذاك الشيء الا بغيت نتايا باش دير هذاك الشيء تسب القجع
باش يرضاو عليك من الفوق راك غالط. راه ما يرضى عليك حتى واحد من الفوق. انت من سبيت القجا وسبيت المغرب راه ما يرضى عليك حتى واحد. هذه من جهه باينه هذه. انت سبيتهم وجاي داخل عندهم. زعما هذه ماشي دوله، هذه ما عندها والو، ما عندها سياده، ما عندها والو، غير واحد دخل ديريكت. ما درنا معاك الواجب، صيفطناك قلع. هذا الشيء اللي كاين، تهنينا منك عادي يعني. عادي والله، لا عادي. هذه واش نروحو نتعلم. والله. وكنا كي كنت داير في لوطيل، كنت قاعد في لوطيل داير هاك وتشوف في الانترنت، تشوف التليفون، الدنيا مقلوبه عليك. قاعد في الوطيل وتفرج في التليفون، الدنيا مقلوبه عليك. حتى واحد ما شوف. وهذه كل شيء متفقين عليها بانك تستاهل الترحيل، وكل شيء كانوا متفقين عليها بانك تستاهل الطرد من المغرب، لانك انت انسان مستفز، انسان نتاع فتنه، انسان ما جايش باش تغطي كاس افريقيا وكل شيء. انت جاي باش دير المشاكل في المغرب. وراه انت باش ديرها ما اتفقش معاك. تاع حافظ الدراجي تجبرو يقول حافظ الدراجي هو خايس في المغرب، ما اتفقش معاك. ولكن هو حافظ الدراجي في الاولى ما جاش، عارف راسو ما كاينش ما كان لا فيزا لا والو، قعد في بلاصتو يقول غادي فين نخلق مشكل في المغرب. حافظ الدراجي اللي كان دخل المغرب يخلق مشكل كبير، انه حتى هو غادي يبقى في فلوطين محشي وغادي يقولوا له ولي تروح. واخا يجيبوه معاه قطر، كاع قطر يعطيوه الجنسيه ويدخلوه بها ما يدخلش. هذا خصو يتعلم هاد الحوايج. المهم شوف، قال لك اللي ما رضى بخبزه ما يرضى بنص. كنت جاي لوطيل تاكل تشرب في المغرب وتبرع وتمشي القهاوي وتشوف الدنيا وتشوف العالم وتشوف بحال اللي راك في اوروبا، بحال اللي راك في دوله اوروبيه وتحوس وكذا. من بغيت الافارقه كنت مشيت لكوتيفوار كلاك الاخر كلاك البعوض وكلاك المشاكل. الإعلام الجزائري متابعينا الكرام ينفجر بالبكاء بعد ترحيل وطرد الصحفي الجزائري كمال مهوي إلى الجزائر، وذلك بعد عدم احترامه للقوانين الداخلية للمملكة المغربية بعد وصوله قبل أسبوع من الآن لتغطية نهائية كأس إفريقيا، إلا أنه خالف القوانين المعمول بها في المملكة المغربية، ولهذا الأمر تم ترحيله وطرده رسميا إلى الجزائر عبر الطائرة اليوم مساء اليوم، وذلك بعدما خالف القوانين المعمول بها في المملكة المغربية الشريفة. الإعلام الجزائري أكد بأن هذا الأخير يستحق الطرد وانفجر عليه، وأكد بأن الأمر يعتبر فضيحة تاريخية للجزائر، وذلك بعد الفضيحة التي قام بها هذا الأخير مع البعثة ديال المنتخب الجزائري خلال إقامتهم في العاصمة المغربية الرباط، علما بأن المقابلة لهم غادي تكون يوم الأربعاء القادم على ملعب الرباط الحسن الثاني أو ملعب البريد إن صح التعبير. الإعلام الجزائري أكد بأن هذا الأمر يعتبر فضيحة كارثية لكل الجزائريين. متابعينا الكرام، خلوني الآراء ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات، بالإضافة إلى أكبر عدد ممكن من اللايكات باش أننا نوصل الفيديو إلى الإعلام العربي والعالمي. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم.